يا فاطمة، خير يا خالة؟ أبيك بكلمة. سم. أنا أدري إنه واصلك خبر إن فراس العراق تقدم لعمك يخطبك، وعمك بيكلمك ياخذ رايك. أنا بس ودي أتطمن، أنتي موافقة ولا لا؟ إيه يا خالتي، سمعت، لكن ما وصلني علم أكيد. الحين وصلك العلم الأكيد. وش قلتي؟ تتزوجيه ولا لا؟ يبي لي أفكر يا خالة. يا فاطمة، أنا والله ما ودي إلا أتطمن عليك. أنا كبيرة في السن وعمك علي بعد، والأعمار بيد الله. بريحني يا بنيتي إن أشوفك ليش زوج وبيت ولعيالك من يرعاهم، وفراس ونعم الرجل. ماني خايفة عليك وعلى عيالك منه. يا خالتي أنتي تعلمين إن فراس ذبحني مرة، وأنا خاف يذبحني مرة ثانية. اللي سبق بينك وبين فراس ما علي منه ولا لي دخل فيه. حنا نتكلم عن اليوم. أخوي بيسألك عن خطبة فراس، ولا طلبوا منك إنك تفكرين قبل لا ترفضين أو توافقين. والله يهديك الصواب. وشلون أتزوجه وأنا حالفة ما أكلمه؟ تتزوجيه وبتدفعين كفارة عن يمينك. مبروك يا بنيتي. ليت من عشاك يا ذيب شاهد من حلال أبوي الشيخ عراك. لو لي ميانة على حلال الشيخ عشيتك السمين. لا شك انت مثلي يا ذيب، منبوذ ومطرود. وين اروح؟ وين اولي؟ وانا غريب بين هذي وبغربتي مطلوب. العيدان ما عاد ترضي ولا هواها هواي. مدام ابوي ما يبيني، والعيدان وبيوتها ونخيلها وناسها يعتبرهم ملك له. الله حسبي عليك يا زمن، ضاقت علي الأرض الوسيعة. مو وحشة الوحدة ولا لك ظهر يسندك. ايه الله يرحمك يا ماجد انت ومحمد، ويغفر لك يا ابوي ما تسببت فيه علي. علشان شيخة العيدان ينذبح ماجد ومحمد. وش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. دير بالك عليها يا جدة، لا تضربها. زين؟ يلا رح العبوا. اليوم أرسلوا لنا من بيت الشيخ عراك لحم جزور، ما أدري ويش هالمناسبة. لحم جزور؟ إيه. عسى ما أخذتوه. وش يبي يتصدق علينا؟ لا يا أخوي، عراك أول ما يدري إنك من كبارية العيدان وإنك ما أنت بحاجة له ولا لغيره. على كل حال لحم هالجزور حرام. هذه ناقة من نياق بنيان
اللي خذاهن عراك منه غصب. أعوذ بالله. وإيش نسوي باللحم؟ لا تطبخونه، وزعوه للضعوف ولا ارموه لوحوش الضواري. أقول يا أخوي، اليوم حصة خبرتني إن فاطمة تبي بيت لحالها تسكن فيه وعيالها، وانت عارف فاطمة ما عندها شيء. فاطمة تبي تسكن ببيت لحالها؟ ليه يا رفعة؟ بأحد زعلها؟ والله فاطمة عندي كأنها بنت من بناتي. إيه، فاطمة يا أخوي معززة مكرمة ببيتك، لكن يجوز تبي تاخذ راحتها هي وعيالها. قبل البيت يا رفعة كان ودي آخذ رأيها واستشيرها بيني وبينها. والله يا رفعة أنت محل الروح. اليوم فراس العراق تقدم وخطب مني فاطمة، وش رأيك أنت؟ الراي رايها والعلم عندها. كان عندك خبر بهالخطمة يا رفعت. عمي وام سالم عندهم علوم وسواليف، لهم ساعة يودودون. الله يخلي الشايب له العجوز، والله يقبلها. حش الله انهم يتحدثون بأعراض الناس او ينمون على حد. والله انا احبهم يا حصة. فاطمة، ناظري شلون يتحدثون ويلتفتون عليك. أكيد يتشاورون فيك. فيني انا؟ يجوز يتشاورون بالبيت اللي تاخذيه، أو انت تعرفين شيء ما تقولين لي. يا فاطمة أعرف، لكن محافظين علي ما أقول لك شيء. قولي. لا يا فاطمة، أم سالم تزعل مني. تفضل. صبحي، هل وصلت العربة؟ والله أنا بعدت على عربنجي وإسا على وصول يعني. إمتى موعد السفينة تبعها؟ صبحي، ساعتين. أنا لا أحب أن أخاطر في موضوع الوقت. ساعتين يا خواجة وخايف. ساعتين بجيب لك حناطير يافا كلياتها أنا، لا تاكلش هم خلاص. شكرا صبحي. أرجوك ساعدني في أن ترتب لي الحكي وليس ما أراه سيد أوبتين. من عيوني. ثانك يو صبحي. يلا. Hello, Christopher. Hello, Mr. Upton. So we'll be sailing at noon. Yes. And thank you, Mr. Upton, for your help. I wish I could have helped more. I'll be back at a better time to know the fate of my aunt. Oh, would you like to drink the last cup of Turkish coffee with me? Yes. Yeah, why? Please, excuse me. Thanks. 2 قهوة سادة لو سمحت. It is good that you were reconciled at Damascus, but I do regret that you endured so much to meet the prisoner in vain. Yes. Egyptian says, good things are never finished. Yeah, Maybe it's like that. maybe. Oh, would you like me to escort you to the port? No need, no. Thank you very much, Mr. Upton.